طب هو حضرتك مش خايفة إن الناس بتقول إن الدكتورة سعاد صالح بتتبع المذهب الشيعي؟ ومذهب الشيعي مش مذهب كفر، أمال إيه؟ ده مذهب يقوم على أدلة. آه. لكن أنا المهم أنا أختار أي مذهب، أختار الحنفية، أختار المالكية، أختار أي مذهب طالما يقوم على دليل قوي، طالما يحقق تيسيرا، طالما يحقق تخفيفا. وعايزة أقول إن ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا قاعدة هامة في الأحكام الفقهية، حيث قال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يعني قد يأتي سؤال: طب أنا دلوقتي مش متخصصة، لي أن آخذ بالحنفية ولي أن آخذ بالمالكية ولي أن آخذ، نعم لي أن آخذ بهذا. لماذا؟ لأن هذه المذاهب الفقهية لم تكن موجودة في عصر الرسول.